أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 120 من دروس فقه السنة النبوية يوم الجمعة 29 صفر 1437 الموافق ل 11 ديسمبر 2015. ورنا في اليوم رقم 345 من السنة الميلادية، 345 من السنة الميلادية، يعني مازال حوالي 20 يوم تنتهي هذه السنة. وما زال أخذ المحور الكبير: المعاملات أحكام وقيم. وذا الدرس ويس 11 من دروس المعاملات أحكام وقيم. عنوان اليوم هو الإعارة. الإعارة درسني عدان نشرحه دايث مثلا وجها من وجوه الاستثمار، وهو المرابحة للآمر بالشراء، ما يسمى بنظام المرابحة. أمشي قلحو السا أما يثمر ثنا أما يثمر ثياض ثين سلمين. وندايث مثلا الشريعة تغلق ثبورة من الحرام وثلدي ثبورة الحلال. ذي الموضوع قال الاقتصاد موضوع حيوي، موضوع خطير. إلا ذيك الحلال إلا ذيك الحرام. ربي الناد: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقد يوث الآيات سي الآيات الكلية الكبرى عند البيع والشراء الحلال. الربا دوين يشوفها ذيك الحرام. ولكن البيع والشراء ساقي تبديل الأمور، ماشي مزيك التجارة البسيطة، زيك تجارة بسيطة. أم تجارة بسيطة مثلا خدم النظام المقايضة. شو المعنى المقايضة؟ يعني تبادل السلع، شراء سلعة بسلعة. يولا هذه الزيت وديال التمر، صافي دير تفكض الزيت انت اكدي فيك التمر، اداغ التمر الزيت نغنسا غادي الزيت التمر. مقايضة خاصة من المال النقد يخص نغ صورة بسيطة توضى ذريمة توضى السوق داغض سو ذريميك. نيا ساقيلانت أنظمة كثيرة. يا الليزينغ نهضرت فلاس فيما سبق. الليزينغ كندا ولا شي تزيك ويتوسنا راه مثل هذا جديد. لنظام المرابحة أكيد ما تخلص مثلا أخام حانوت طوموبيل كاش سكذا طوموبيل 130 مليون كاش، ما إلا أكيد السوسع أكيد 150 مليون وتخلص البارترونش. 20 مليون ذي الحلال ذي الحرام؟ لا، ذي الحلال نشرح حيث درسني عدان ثيكوال ير الحلال ذي الحرام شعرة تبان راه مليح. لذلك أنه دايث مثلا دور ساقي فقه السنة أتسفقين ثمسلاقي شدل غير التجارة غير الاقتصاد إلى آخره في هذا المحور اللي اسمه المعاملات أحكام وقيم، بعدما انتهينا من محور كبير اسمه العبادات أحكام وقيم أو قواعد وقيم. الساقي مثلا درس بوسا الإعارة. أرطال قرنك سقبيث أرطال التغال كان كفلاحي أرطال التغال. ثمسة تاقي الساعة غزال ذا مقران تد نشرح بشيء من التفصيل. أد نبذو التمهيد مقدمة. أدني بلي الناس كلهم محتاجون. قرنك ملتاج محتاج، ماشي معناتها وين يسعنا ذريم ذا مركانتي هذه حويج يزمر ذي حويج ثغاوسا نسوت سي سعيارة صفر وايض صافي أكل من لا
نحواج واحد كلنا فقراء بالمعنى الذي أريده يعني في هذا المضمون. الأمر الثاني أنه يقدر ربي سبحانه باش وذي حويجوا مدن سمدن سوى ربي يقمذن الكمال لله. من ذي الحياة العادية أتصفض الطبيب يحوج ميكانيسيان، الميكانيسيان يحوج الشيخ يحوج فلاح، الفلاح يحوج مصوث، المصوث يحوج ولا شوك ساعة السبيسياليتي ريفاس نيس لكن هذه الخدمة كل شيء خاطئ مكليون يحوج وايض مدن سمدن سوى ربي يقمذن الكمال لله. والشاعر يناد الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثقي مسألة أولى في المقدمة. المسألة الثانية الإعارة نغار الطال مشاعر طال بذريم لا وإن واحد السوق نهضر رسم بعد يدرس وايض إن شاء الله خطأ وإذا غفر ذا قرآن يظن هيدناوي إن شاء الله يدرس وايض. الإعارة وجه من وجوه التكافل أو التعاون، يعني التفضيون يساثا مغرى أدير ظلخام الجارس كي نفكي 3 أيام دار طال حرزيت من بعد رسلي فافيس تحواج ذا كاميون أدوي السلعة ذي الجاري شو كذا ذا حبيبي كي دير ظلك نروح ويدا فواياج دار طال تحواج التغوسة أنا كنت تحويجين تلاوين جلست مثلا للجيران فكيد في السيرث وإن كانت السيرث راه فكيد غرفال أرض دا غرفال أرض ليد كذا أرض ليد نغذي فلاح زي كي أرض ليد الماعون أرض ليد ثقرسة أرض ليد زيلو وزغال المصطلحات كيما زريتين تنروح أنت أزيلو صرفالا أرض ليد ثفانتا مصطلحات أرض ليد أرض طلي لي الغشي وثاقي وجه من وجوه التكافل الاجتماعي بين الناس والتعاون. وربنا قال في القرآن في الآية الثانية من سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر الآخر الملاحظ في حياة الناس عدم الحفاظ على الشيء المعار، هذا أمر مؤسف، أو إعارة الشيء المستعار بلا إذن من المعير. شو المعنى يس؟ لانه قاعد يحرز الأمانة ونهضر في الاسم الله يبارك هذه يحرز تغوسة يستفكر اكتدير أكني ستيد فكير فرض الله الطوموبيل اكتدير أكني ثلا فرض الله سخان أثي حرز فرض الله استحانوت أثي حرز مي أهدر في قاذ ونحرزارة الأمانة ونحرزارة أين يرضلن الشيء المعار. مثلا أسترضل الطوموبيل باش الجنازة نغيث مغرى نغاشو أصف يرضلي سويا أنشتاقي خلف الشرع أسينظر ضلغا شيني ما تفغض السرضل ضيوايض أوي الإذن لوتوريزاسيون ينو أرض لخصيك الشيني وأرطل عموما ينبني على المقومات الذاتية للشخص المستعير. أرض لخصيك الشيني أتفضل نسا يرض لي تسويا يخلف تشرعيث ذي تمثالتك أتفضل وايض استرضل ثغوسا أتيرزاك وأتيهرداك من بعدك تدير ماشي الاستخدام العادي لا بيسك ماشي نس يفرط يضيع الأمانة في قلاقي يتمثل جزء ترى ذي الشرعي مولاش أندر ناوض ولا شوية يرض لي وايض أرض لي دمجر ولاش أرض لي مثلا الزيلة ولاش أرض لي الطوموبيل أومبان أرض لي التحانوت ولاش يخنين كي صاد نوفيل فيل زنزقت من بعدك شمد الكذب يا لطيف أبري وين هذه خملونكات أبري كي نستيض في لي فالور توجور راك نقرا مثلا تلقي تغفل نغياك مرزنت لي فالور ديال المجتمع بقى على خير
قال خير زيك ما كاين لامان بوينت لامان بوينت وامان سي لامان ديك الخوف ونفغارا أضرزنت القيم ديال المجتمع ما رزنت يروح السر نتو ذرث إذا قال معوانا لم يرضى لم يحراز لم يحذر أكيد كذا خنعيش وقوم يقارن التعايش إلى اللي جرانا إما إلا يأكل القيمة جرزنت هذه والديك الشموي النظام أصبح الثقة كونفيونس ديال الغاشي هذه يروح الأمان هذه يقول الكذب لا إله إلا الله محمد رسول الله مشكلة ولكن الشرع شو ديالنا ربي في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون معنى الشرع أغدمل أفريد الخير أفريد التجمات أفريد ذكلي أفريد الثقة أفريد من فعل في الشرع ذنكني أري يحصلن ذنكني أري يوحلن مشكلة من ذي القروض غادي نهضر الدصديق دول في القروض أساقا تفضيوني ساعة 500 مليون ديال البنكة أستنظر ضريدة كيني ولاش ما يفتح القوث براوي والكذبني دوريجين ياك ذا عجبك يا ولكن ماشي هناك أولا قالت ديني وين يخدم ومليون ونص غاشو أكي نقوث براوي ماشي يا عجبة الله يبارك ولكن ما تحرصتكني الله غالب رض لا وتسوغ النار لا سي بون غلق ثابوت هذا نجي غيمانيو سلكذوب مشكله يثمثل اتصفر في اللي نصفر كلمان الله خاطر تيمسال يغيعني انا كلمان الله يلا ثوران ذبع بريد السلامه وثكين داما الساقي في الاعاره نفكاذ المقدمه ذي تورن في النقطه الاولى اولا تعريفها تعريف اللغوي التعريف اللغوي مادة الإعارة من التعاور تداول تناوب ولكن مع الرد ونجي من ناحية اللغة باختصار مادة العارية العارية بتشديد الياء كلاهما صحيح مع انتهى بلا عوض ما فرض ثغاوسة ماشي بطل ماشي ذي الكرا ضار طال فرض الضاس أخان أسقواس اسميس دار الطال ماشي ذي الكرا لو كان ذي الكرا اتسكروض اسكواس اكيد يخلص اكيد مسفهمه صافي مدينة العارية اي بلا عوض عارية من العوض وقيل المقصود باختصار من ناحية اللغوية من حيث الاصطلاح كان تعريف الفقهاء فقهاء الحنفية فقهاء المالكية فقهاء الشافعية فقهاء الحنابلة نختار تعريف المالكية نراه تعريفا جامعا مانعا أشو ذا المالكية تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض خير الكلام ما قل ودل تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض أي درضلض أخان أقور صافي أقور دار طال أقور ماشي إترنالمون ماشي دائما أقور بلا عوض يعني باطل ازدعوت الخير بون الخير تجور الى الحسنات لا انت ازدعوت الخير ماشي سيدي ريمن دار الطال اذا الملكي هو تمليك منافع معنى السلفع سوخه مني ناقص حانوتني ناقص كاميونني باطل مؤقتا معناه اكنت مسفامم يونواس ساعه نغا سمانه نغا سكواس كور نغا سكواس نغا عامين اكنت مسفهمم ولكن بلا عوض أي باطل أي مجانا كما يقول السادة الحنفية إذن وقت تعريف المالكية تمليك منفعة مؤقتة pour une période يعني مؤقتة une période مؤقتة بلا عوض نمسفها أنا عندي نقطة ثانية مشروعيتها أتصل الآيات والأحاديث غادي يفقن باللي أرطلاقي يجوز وقيل المقصود المشروعية معناه ليغال ليجيتيم شرعية أتصل الأدلة منها ربنا دي سورة الحج إناد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خدمة الخير خطر ولي خدم الخير أذي يربح أذي ينجح فقيل الآية 77 من سورة الحج وارطال يكشم ذي الخير يكشم ذي الخير
يلا الآية اللي ظل في سورة المائدة الآية الثانية ربي يناد وتعاونوا على البر والتقوى. والعارية أو الإعارة وجه من وجوه البر، ذا ذيون بوذم سقوذ ماون البر بين لهن الخير. الأحاديث تصقل الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث في حجة الوداع يناد العارية مؤدات، وقي الحديث يساد ذي الخطبة ثنقاروث يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذي حجة الوداع. الحديث صحيح رواه الإمام أبو داود. العارية مؤدات يعني أرطل السغال، تقريبا هذا هو المعنى التقبيلي، أرطل السغال. إن دغ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بالذات في سنته العملية عليه الصلاة والسلام يرضلد الدروعا من أمية بن صفوان يرضلي ثي در غرس بعدين يس بل عارية مضمونة، وكي حديث رواه الإمام أبو داود معناه أين كني يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إناس مضمون أثحرزغ وادحذر في الناس وكي درغ ذي الوقت في المسفهام، وكي النبي عليه الصلاة والسلام يفكان انجاجمو يفكاوال يطف ذو قواليس. لن أحاديث وايضا حديث رواه الإمام مسلم حديث كبير من ضمن ما ورد فيه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى أن يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني شي قروين إلى ذي الطيق يضيق تمخنق فعاونط ربك يعاون رباش يكسو غور لخرث أكن تكسدو غور إي مذانا ذي الدنيث ربي أش يكسو غور ذي الأخرث وغور ذي الأخرث أكن السرضى مذان ذي الدنيث أكن السربي ذي الأخرث إلى آخره المدينة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ربي أكي تعاون ما دامت تعاون ضث مثني، وقيل المعنى الإجمالي يعني الحديث. يلا ثم النقطة الثالثة أركانها 4 تركيزين فمزور المعير المستعير الشيء المعار والصيغة أو الإيجاب والقبول. باختصار المعير 9 شروط 3 شروط 9 ولكن يرضلن ثغوسة إسعى 3 شروط أما درجة ما صمتوث. الشرط مزوارو أن يكون مالكا للشيء المعار ورطلا غير تكسي الضارة معقول أين يكون لندي الشرع لوجيك يقبليث العقل يقبليث ولا أرضل أين تكسفض كيتش هذا ما كان. وقي الشرط مزوارو الملكية. الشرط والسين أن يكون الشخص أهلا للتبرع إلى قد يسعى الأهلية بصراحة لا ينسجل ذا مشطوح يسعى 5 سنين السنين يرضليد كان طومبيلي بافاك أو إذا كانت سورة وكذا كارت كريز صراحة ساقشيش الصراحة راه يون سمحتي يسلب يون معتوه مجنون وكذا خطأ وكذا محجور عليهم. وموضوع أهلية الأداء شرحناه في مناسبة سبقت إلى مقر أهلية الوجوب نفك التعريفينس. أهلية الأداء يعني صلاحية الإنسان لإبرام العقود وإجراء التصرفات دون أن تكون موقوفة على إجازة أحد. هذا كله شرحنا في الدروس السابقة. إذن إلى قد ليون عنده أهلية عنده الكاباسيتي عنده الأهلية باش أديفك أذيرظل. الشرط والثلاثة أن يكون المعير مختارا يعني سلفغيس أكدرظل ثغوسة سول زديا يصفان سنية سلفغيس ماشي بالسيف ماشي الشونطاج لا يجوز الشونطاج باش نشوفهم مليح الشونطاج يجوز لا إذا قال سلفغيس يكدي في ثغوسة سنية يصفان السول زدين مامان أكا يقرأ قضيتك الشروط. إلا ذا المستعير ثورة تركيز السنة في الركن الثاني المستعير
يسعى شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون أهلا، الشرط الثاني أن يكون معينا. إذا غتصرد ثغوسا يون يزمر تيحرز ما إلا فرض سيون مثلا ذا مسلوف نسا ذا مسلوف فكاس كان سن البداية فكاس هبة دوناسيون هدية صدقة ما محتاج ذمو فلاس ماشي يزكى ما يذكر يتسنغي صروحها سنغ فرغان غاشو السنغ واحد تخلصونا كوا الله جوستيس لا، باش المعاملات تكون مستقرة، تكون استقامة في المعاملات. الشرط الثاني أن يكون معينا اختيار الشيني للشخص، مفهوم؟ مثلا ماشي ولا يخدم فريد أبا يسوى كيني أرض الغاشي فريد يسخدميت تخدم ضا فريد كي الغاشي في وضع طابي الجامعة ثبت داك مزولا سقرا أرض الغاشي إمكانيين تزالا ليس نو حاجة عامة تقيم عامة في كاسيد الجامع المدرسة السفيطر في كباس سكانير السفيطر وسقرا أرض الغاشي كان في كاتي السفيطر اللي قيم السفيطر، مفهوم؟ في تصور الطبيب اني ديال المال مي كشما في يدي الدم من بعد ما ينفعش خاطي رضل السخاميس انسى نعم صافي الى كان يكون الشخص معينا ان يكون المستعير معينا بذاته. الشرط الركن الثالث اللي هو الشيء المعار. الشيء المعار يعني اين كان فرض الى قاضي ذي الحلال خاطر نكون ذي نسلمن صافي المرجع نظر الاسلام الى قد صرض فغوسا يلان ذي الحلال في السناف الى قد تغوسا يجي قابله للانتفاع استرضلض اي نسري السنفع تحانوت ذا خام ذا كاميون لا تغوسا نظام الى اخره وكذا ذا المقصود. وفي تفاصيل كثر طلع حاجه الفساد حاجه يعني في تفاصيل اذكرها جاب ربي هذا القدر يكفي. الركن الرابع لشوث اللي هو الصيغة نغ الإيجاب والقبول بفتح القاف، هناك خطأ شائع القبول بالضمة خطأ القبول ماشي قبول قابول هذا هو الصحيح. الإيجاب والقبول ماذا يسيو لكني أرضلي أخام سمانة سيغ المناسبة أسترض في كي غايث أرض الغايث سمانة هاد سنتسالو تكاين ربي يعني أخام الذي سنفعيس ولكن إلى الإيجاب والقبول أسين قفلغ وفقغ أرضيغ يا إما سواوال يا إما الكتابة يا إما الأسماس يا إما الإشارة إلا لغة الإشارة ويخدم لغة الصم البكم ثلاث لغة العلم يعني الصغار يمدن لغة الإشارة المهم استفهاما. طيب وطبعا الإيجاب والقبول أن يكون القبول موافقا لمضمون الإيجاب هكا أكيني أرض الغاث سمانة وسقرر ثرضرضيث سكواس خاطر مخلف إناك أرض الغاث سمانة وسقرر ثرضرضيث سكواس خاطي السمانة إلى قاسيون قبلة سمانة هذا ما كان إذا قاس يزموال خاطر أمذان يتوطف سكيلس كي قارن زيك قارن كارجاز يتوطف سكيلس ثلاث الكواغض الغاشو سلكنارا سلكواغض سنوتير سجدرميس الشهود القاضي الغاشي ما سلكوش المدة شو قلان يخي قارن الثقة في الوثيقة لا تتعاون الوثيقة ولكن في حاجة اسمها الحقيقة مثغى في الحقيقة من الوثيقة والسعرة اوكين فالور روح لا جيستيس دا انت وزهرك روح ما داو الحقيقة مشكلة توجور تقرا ولا قلت تسوغا وعكو غارة نشفات الزيكي مغارنا كيني كل شيء ينزا سواوال في فركيوين ثمو تزمو ثخن كل شيء ينزا سواوال هيا أول يسعى أزال سي بور سا غسل الجزائر كلمة لا سعيون بوغور ذا القرآن في الكاداستر مازال شحال سنين ماشي 10 ماشي 20 ماشي 30 ماشي 40 باش ياكل الجزائر كاداستري كامل مازال واش لا كواش الكواغض ولاش لا لو قاس عن الكواغض نورمال
يعدد الكاداستر لي فونسي وكاداستر دوك لي بروسيدير 100 تصل غاشي وساينه باسكو زيك تغزوزو ماشي المعنى يساد نقرا الى قال لي كاين خاطئ هاد نقرا في الدال ابري لو 1 جانفي 1971 القانون تمول الجزائري بدل شي قال الى قلت ديال العقارات وكذا الى الكواغ سي نورمال الرسميه والشكليات معينه تتبع واجراءات قانونيه تحترم نعم نوافقوا كاع على هذا الشيء ولكن الشو اللي قدر هذه لي بريزون لي فالور كي تسيكالاكي تصديو السكرو ذكرى اخا ما سكواس وكيتفغارا ما نخرج كيعجبها الحال اون جيستيس لانه قال استخدام نديري استخدام ايغيل لا فيولونس داين الزرع نوضوح اون جيستيس غير اخويا يا اخي مسفهم سوال سلكاغ غير النوتير الا كان قادر وربي ذي سوره البق ذي سوره قاف الايه 18 يناد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يفقد ووال سقيمي ذوال ما تحواج الزيادة وغادر ورس أسين فرض الضيثة سقواس أرنوي يقور أرنوي سمانة أرنوي أكاري القدر كيني معليش تفغي السمانة أشرنو أقور تفغي أقور أشرنو شهرين الله يبارك أنت تربي الثقة أن تفورتيفي لا كونفيونس يجارانا إما إلا ثقي الرز سي بون كيني مشا كني يقسيك وزرم المؤمن يقسيك وزرم يباس المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ناقل السعودي يبالي كيني وباس يتساعد في الشن وزران سيدي كاولا كيف يعني وقام هذا بك يتسالي كسميم سي الدرس يعني الذي يوزع يباس يتساعد في الشن هذا الكلام يقطع غادي نجاو الوايض يصوفون اكثر. طيب هسه ثورة نفهم ثورة نغال في صرعة ضمان الاعاره وين كان يرضلن فروحاس تخسراس ذيك اذا غتصب ولكن باختصار شادينير العاريه امانه وجب ردها فقلت سمزوروث يعني وين يرضلن ثغا وساله قد تدير الى قد يحرز وتدير ذي الوقت انت مسفهما اكني مسفهما ربي الناد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ربي يمرك نيد باش ترم الأمانة إمولان هذا تبان وحدس الله يبارك الحديث نادى النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك حرز الأمانة الريتي وين يكتيد يفكان يمني كيف كيكد الأمانة يرضى لك تيد الراس ثغاوسني ما إلا تروح خاطر لما ناقز ما تروح قال أمذن الشري خدم يتخذ ما يملك من إمكانات أستنض أتحرزة أكثر بين حرزة ثغاوساو أماكن حرزة ثغاوساو دايا فجي قالك عينية الرجل العادي كما يقول رجال القانون ذا يوم يزمر إيميل يسد المكتوب طوموبيل في قراب ذا خمس وتزنزله يوم يرضى خامي وايض ذي الوقت وتزنزله من بعد ماشي نسالي حبس نزلزله الى اخره فرض الله حاجه الفيضان الهواء يفور يروح كل شيء يروح ذاكي الفقهاء المالكيه في كان تفصيل اشكيف اشو درنا الناد قبل المالكيه الحنفيه انك لا يضمن الا بالتعدي يعني ما إلا ثغاوسني ثروحها سنة خسراس وتضيع رانتا وتيهميلا راه وتيصصر رانتا سلفغيس ولا ضمنا راه الشافعيه كان بالراي كل واحد شو يفكا الشافعيه كل حنابلة انك تتخلصوا اما تفرط ما تفرط نعم لذلك القاضي ما يغلب الفقه نكون يجي الجزائر المذهب الغالب هو المذهب المالكي الذي استقامت عليه أمورنا ومعاملاتنا وعباداتنا لازم هذا الأمر يكون من أجل الحفاظ على المرجعية الوطنية لذلك الفقه المالكي شو دينا المالكي لا يضمن ما إلا الشيء الظاهر مثلا أذكر المثال يتضح المقام ما لا يرضل مثلا
الزيلة نثفوناس باش هذا يكرز هذا يرضل ثفوناس أزقر باش هذا يكرز أزقر أم بعد أزقراكي يثرضلض يهلك يموت ولا انت مدناك يموت والسقرار خلص يدا زقراكي يسوى 18 مليون يموت يكتبس ربي يمث إما ذي يمث رغورك غادي يمث رغورس يمث رغورس ثاكي داين سقراب انت ديجا غار الطريق يرضل لو كان يسعى غادي ياغو يسعى لا يرضل ازقر غورك باش هذا يكرز يموت المالكية أشقارا لا يضمن قدر الله وما شاء فعل ساغ الأجر يموت دايم يسعى لجل أم الزقر أم العبد كيف كل يولم من يكتب ربي يمث ولكل أجل كتاب المالكية نايش ولكن إذا كان الشيء مما يمكن إخفاؤه فمطوثة صرظل لا بارير يسمطوث النظام ثم غرا استيني يومين لم تدرغ ها باريث غالت الناس وخرنيت حبس ذاكي اويد البينه ناقص خلصت خاطر ثاقي يمكن اخفاؤها يمكن شرط ليونا بورطابل تقول لي جونا بورطابل يرزلاك رصيد يروحك ذاكي ما تسعى الدليل باللي يروحك بغير تقصير ما يمنيك اسير انكيني ابورطابلني حرزخت مليح يروح الله غالب يمنيك نورمال ما الا كاينك اخويا تخلص في كي الدليل ولا الشهود ولا والو اتخلص ما الزمر الفقهاء المالكيه كان سبحان الله ابارينا ان ربي ذي القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم خلفا رحت عرضيا نقول كان فقه المالكي غير تربي اي غير كي ثمورتنا غنسعى عرضيا لماذا اي غير ثمورت الجزائر نسعى مقارن تجماعث ان شاء الله هادو غار سوازالي سير ثمورت النخ تجماعيث اتروح الصحراء مزابين قرنك اعزافا اتروح ضندت في غادي الجزائر قرنك جماعه نروحوا الجماعه عرضيا غفروا عرضيا نسعى مقارن سلطه تقديريه اسمها كاين الفلاني تغاوسي يسترضلو يخدم تي حرزي تايلو من الزمر تروح حاس الله غالب يلا سمح افك دعوه الخير وها تروح تبغى دعوه الخير ما الا نثني ولان على حساب اسقار الشبوال ولا العبثني يسعى السوابق ذوين يرطلن يصروحوا شحال يقرضل ديجا اين يرضل يروح حاس هاكي نحبس الشيء تواصل الشياكي الساقي اتخلص باش تحرز الامانه غير زدات لا يزمر غادي سمحتي لي وقت ثاني الحناطاس المهم الاصل الضمان يكون عند التعدي او التقصير او التفريط واذا لم يكن ذلك فالاصل عدم الضمان إذا كيفيه التضمين اهم كي راه نضمن سيبوز المستفهام هذه اللي الضمانه هذه امك سوما نشنت غاوساني عند التلف ما فرض الله ساعمين يا عدان اك تخلص تروح اساسا اك تخلص السومه بوسا ما يفرطه ماشي السومين عامين يا عدان هذا هو الجواب الان نقطه ثانيه نهايه الاعاره نهايه الاعاره مثلا تنتهي الاعاره الطلاق يكفوا من المال يكفوا ما الا انتهت مده الاعاره فرض الضاس اقول ديني قال تكفو تبغي الزياده ذن سكسي ديفكن وليك دير ظلم في السنات عند حصول عارض من عوارض الاهليه الجنون ما الا وليك يرضلن يدروش هذا سنو الراوي ساكين الرغد كان خمني استنض فافا كي يدير ظلن اكيني فافا داير البثوره والسند الخلفاء ذنيتنا ديال تقنس ينس غادي القانون اللي مقرر عند الحجر يكون يتعين اما يكون الولي الوصي القيم المقدم يعني في تفاصيل وين تعين لا جوستيس باش هذه الجيري ياكل اين يكسب الى اخره. 3 عند هلاك الشيء
ملي ثغاوسني يقرضل تروح تكفى تخسر ترز ذاين تكفى بشكل طبيعي بالتفصيل المذكور آنفا. النقطة ثانية عند وفاة أحد المتعاقدين إلا إذا وجد شرط مخالف، يعني يون يرضل ثغاوسا إيوايض يموت يون السيسن ما يموت يون السيسن تكفى ورطلني ذاين ما إلا ذوين يقرضلن يقموثن إلى لفامينس ثواشلتيس أذر لمنا إيفافيس ما إلا ذوينا يقرضلن يقموثن الرويس الخلفاء لقي الورثة أدسن روينا يرضلن أسين الرغد ثغاوساني خاطر وينك دير ظلن ذبابثنا يموت وقيل الشرع ما إلا شرط مخالف يونا ذي يرضل سيني أرض الغاش أخام 5 سنين شو السيارة يرضل خم 5 سنين ولما موثى 5 سنين يزمر ويرضلن من بعد قول يموت ولكن يرضلن ودي تسرر خامة لما بظل 5 سنين أيضا أخاطر ولكن يقموثن يدير ظلن يخدم الشرطة كينيك يرضل غايث 5 سنين هكا مثلا وين يبغى الكوتي جوريديك هذا يروح الكود سيفيل لارتيكل 338 ألم هذا الارتيكل 348 اللي بغى تفاصيل قانونية يرجع إلى القانون المدني الجزائري من المادة 338 ألم هذه المادة 348 وتفهم معظم الأحكام اللي عندي القانون واستنتد سيد شرعيث جاون ثلويث والسلام عليكم ورحمة الله.